وعمال يصرخ مش قادر، بطنه على طول عامل الوضع ده ان رجله على طول على صدره، بعد كده تفك، بعد كده تجيب حاله جايه وجع في البطن شديد، الام مبرحه. طيب بس فيها وصف معين كده، تقول لك يا دكتور حاطط رجليه على صدره وعمال يصرخ مش قادر، بطنه على طول عامل الوضع ده ان رجله على طول على صدره، بعد كده تفك، بعد كده تجيله الهجمه تاني على طول يقعد يصرخ ويعمل كده. هو دي بنشك في حاجه خطره جدا اسمها انسداد الامعاء، او ان الامعاء بتاكل بعضها. معانا دلوقتي دكتور بلال استشاري جراحه الاطفال هيفهمك بالظبط يعني ايه انسداد معوي نتيجه اكل الامعاء لبعضها. فعلا دي حاجه خطر جدا، وعباره عن تداخل في الامعاء، وده يؤدي الى انسداد في الامعاء، ولا قدر الله ممكن تصل لغرغرينه في الامعاء وتسمم في الدم. طب احنا نعمل ايه بقى لما يحصل كده بقى؟ انت تاخد ابنك بسرعه بايده وجري على مستشفى فيها جراحه اطفال، وهناك هيفحصوا الدكتور وهيتم معاه اللازم، وبس كده. طب دكتور بلال هو حلها عمليه؟ يعني لازم عمليه؟ لا، في حالات كتيره جدا ممكن تعدي من غير عمليات، لكن ده بيعتمد على حاله الطفل وحاله اللي وصل ليها الامعاء.